تيم بال أول كرة تصنع في الجزائر. بهذه الورشة المتواضعة تمكن فريد من تجسيد فكرته وتحويلها إلى مشروع على أرض الواقع. بالطبع المنتوج تاعي يخضع لجميع المقاييس العالمية، والحمد لله أنه جربناه على أرض الواقع. نتمنى الحاجة الأولى أني نغطي السوق الوطنية، ومن بعد لما لا إن شاء الله نتوجه التصدير نحو الخارج. ورغم أن الكرة جديدة في الأسواق، إلا أن الفرق المحلية شرعت في اقتنائها واستعمالها في التدريبات وحتى في المباريات. كرة حاجة مليحة، يعني احنا نونطرينيو بها ولعبنا بها لي كومبيتيسيون، حاجة مليحة ما شاء الله. المادة الأولية المصنوعة منها هذه الكرة هي من النوعية الجيدة، تمتاز بسمكة الغطاء الخارجي، كرة من النوعية الجيدة ملائمة للتدريب حتى للمقابلات الرسمية. وعلى الرغم من حداثة المشروع، إلا أنه يمكنه خلق مناصب عمل في المنطقة من خلال تطويره وتوسعته. أنا كنت إنسان بطال، سمعنا بالمؤسسة اللي فتحت جينا التحقنا بها، والحمد لله رانا نخدموا. نتمنى إن شاء الله لأخونا فريد هذا المؤسسة اللي تزيد تتطور أكثر وأكثر، وناس آخرين زيد تلتحق بنا. عدد الانتاج الاجمالي في الورشه يوميا حوالي 200 كره. تحتوي الورشه على 7 عمال، وانا نتمنى ان شاء الله نزيد نطور في الانتاج باش الريكريتي الماكسيموم تاع الشباب باش هما يستفادوا، وانا في نفس الوقت نستفاد ان شاء الله. مثل هذه الأفكار التي تبدأ بسيطة يمكن أن تتحول مع اكتساب الخبرة وتوفير الإمكانيات إلى مشاريع كبيرة تسهم في الإنتاج الوطني.